بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا متفقين على ان بلدنا محتاجة حاجة. محتاجة. مش معقول يعني احنا يعني ووضعها ده ما يتناسبش ابدا مع مكانتها واسمها ووقعها. مش معقول نبقى بهذا الضعف، لدرجة ان احنا بناخد معونات مثلا من دول زي امريكا. يعني انا مش مستغرب قوي ان حكايه المعونات دي. يعني انا لو انا مسؤول في هذه البلد، اول قرار هعمله الغاء المعونات دي. لا يعني حتى اسمها، يعني اسمها كده انك بتاخد حسنه، بتاخد صدقات يعني. دي فيها اهانه دي، يعني بصرف النظر حتى يقول لك 2 مليار دولار او بتاع. بس هو اتنين جايين بالذل يعني يا اخي، تجوع الحره ولا تاكل بثدييها يعني. ازاي احنا شكلنا في العالم ان احنا بناخد معونات يعني من امريكا؟ مش ظريفه. اسرائيل تاخد عشان دوله صغيره جدا. ايه اسرائيل؟ دوله تافهه. انما احنا مصر ناخد معونات؟ لا. لا ممكن مصر لا لا لا، اسلوب التسول ده، الدوله المتسوله ده مش حاجه حلوه خالص يعني. حاجه مؤسفه يعني. ممكن كان في ايام السادات كنا مش لاقيين يعني، وكانت البلد بايظه خالص. الناس اللي بتشتم السادات او بتنتقد السادات ناس مش فاهمه حاجه وجهله واغبياء. انا عشت في الفتره بتاعت السادات وعارف انا كان في ايه. البلد ما كانش فيه ميه، ما كان المجاري ضربه على طول في الشوارع، ما فيش كهرباء. الكهرباء بتيجي ساعتين في اليوم ولا 3 ساعات في اليوم الناس كانت عايشين على لمبه الجاز. انا كنت بذاكر على لمبه الجاز. يعني في كهرباء يعني الشبكات موجوده، بس الكهرباء بتقطع 6 7 ساعات كل يوم. كل يوم الميه ما توصلش غير في الدور الاول، وطول النهار الجيران تتخانق مع بعضها. الميه اللي تحت اقفلوا الميه يعني. الصرف الصحي ضارب كل الشوارع. ده صرف صحي. المواصلات والاتوبيسات يعني انت لو لقيت مكان على السلم تشعبط فيه يبقى كويس. الترميات ما فيه يعني. زحمة المرور، زحمة الحياة، حاجة نيلة يعني خالص. ما تخش محلات البقالة ولا محلات البتاع، بتلاقي الرفوف فاضية، ما فيش حاجة خالص، ما فيش حاجة. البلد جعانة. الناس مش لاقيه الكبريت. عارف الكبريت؟ الكبريت اللي بيقولوا عليه كان في ازمه في الكبريت. الناس كانت بتقف طوابير على الكبريت. السجاير الناس كانت بتقف طوابير. ده انا مره كنت في ميدان التحرير، وبعدين في طابور كده على محل. انا عارف ان هو طابور سجاير يعني. فواحد اجنبي بيسالني وات ذيس لاين فور يعني. قلت له سيجاريت. مش مصدق ان السجاير عليها طابور يعني. هو مش مصدق السجاير عليها طابور. ازاي يعني السجاير عليها طابور؟ يعني ده اكتر حاجه مربحه في العالم السجاير يعني. ازاي يبقى عندنا طوابير على السجاير يعني؟ السجاير الطوابير على كل حاجه. التموين، الناس عايشه على التموين. التموين، الشاي، السكر، الزيت، الجاز، كل حاجه تموين. يعني حاجه نيله خالص. الجمعيه التعاونيه لما كان بيبقى فيها فراخ الناس بتدبح بعضها. الناس بتدبح بعضها. الحياة كانت صعبة جدا جدا جدا. السادات ورث بلد ما فيهاش حاجة، ما فيهاش. الشباب كله في الجيش، في الخنادق مستنيين الحرب. ومفيش أي تنمية من أي نوع. مفيش أي حاجة بتتعمل. مفيش مسمار بيتدق في أي حاجة. مسمار. لأني مفيش فلوس. الفلوس كلها بتروح للجيش، بتروح للحرب. ان عبد الناصر ساب البلد على البلاطه. اللي بيقول لك عبد الناصر جابكوا 60 نيله ولا فاهمين حاجه. انا شفت العذاب ايام السادات. يعني مش ايام السادات مش هو السبب فيها. شفت العذاب في المواصلات وفي الميه وفي الحياه. نيله خالص. نيله 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 نيله. عارفين نيله؟ نيله. حط تحت نيله دي 50 خط. السادات ده بطل. السادات خرجنا من ده. خرجنا من ده. خرجنا من ده في الوقت ايه يعني. دول الخليج وقفت موقف بعد حرب اكتوبر. بعد احنا ما رفعنا لهم البترول من 4 دولار ل 40 دولار والفلوس نزلت عليهم طخ. ومصر عارفين مصر مش لاقي. ما فيش، مش لاقيين حاجه خالص. والاتحاد السوفيتي منع عننا كل حاجه. وجم هم بتوع الخليج منعوا عننا كل حاجه. السادات بعت ممدوح سالم للخليج. قال لهم يا جماعه احنا مش عارفين نعيش يعني. البلد ما فيهاش لا مواصلات ولا كهرباء ولا ميه ولا اي حاجه. ايه اللي انتوا ايه ده؟ قالوا له لا احنا ممكن نعرفك على ناس تسلفك.
تخيل. قال لهم طب انا السادات قال لك في خطاب، قال لك طب انا وانا يعني مستنيكم تعرفوه يعني ناس استلفني، طب انا ممكن استلف لو انا عايز استلف يعني. انتوا المفروض في تضامن، يعني انا رفعت لكم سعر البترول من 4 دولار ل 40 دولار. يعني في ايه لما كل دول الخليج تدي لمصر، تجمع كده 2 مليار كل سنه وتديهم لمصر يعني؟ فيها ايه؟ مفيش حاجه. فهم اندال يعني عشان كده انا ما بحبش الخليجيين خالص، ان هم اندال. فطبعا السادات ما لقاش نفسه قدامه ولا غير امريكا. وبعدين في الداخل الشيوعيين بقى قله الادب والسفاله، واحمد فؤاد نجم يشتم ايه بقى، بتشتم اللي هو يعني اللي انتصر في الحرب على اسرائيل، وساب عبد الناصر اللي اداك بالجزمه واعتقلك. السادات سابك على الاقل تتكلم. عبد الناصر كان بيديك بالبلغه وفي السجن، ده سابك تشتمه وسابك تتكلم وسابك تقول وسابك تعمل. انا ما اعرفش بيكرهوا السادات ليه، انا مش عارف. عشان كل حاجه كده، عشان مسلم يقول انا مسلم، وانا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده هم عايزينه ملحد. مش عايز اشتم، حاجه زباله يعني. وطبعا الشيوعيين مهيجين ان الطلبه في الجامعات ومهيجين الدنيا، وماسكين الصحافه وماسكين كل حاجه وعمالين يشتموا في السادات، والافلام كلها عن السادات وعن حاجه قرف، اكن السادات ده قتل ابوهم. حاجه. شوف السادات عبقريته، وعنده مراكز قوه اللي هم اللي كان حاططهم عبد الناصر بقى في المخابرات وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، وبيجسسوا عليه وبيعملوا عليه. حاجه نيله خالص يعني. وحسين ان هي كان ماسك لي الاهرام عمال ييأس الناس، وما فيش حرب، ومش هنقدر نحارب، ومش هنقدر ننتصر، ومش هنقدر نعمل. حسين هيكل ده يعني حاجه نيله خالص. الناس حتى عمل مره مقاله الشعب كله اتضايق منها، قال مش هنقدر نحارب، وخط بارليف ده عايز قنبله ذريه. طب انت بتيأس الناس ليه يعني؟ يعني تخيل انت السادات كان في كل ده، حط نفسك كده مكان السادات في كل ده. الخليج واقف ضدك، اسرائيل كانت بتستعد انها تاخد معاك حرب جديده، وده مؤكد. وهم انا سمعت اسرائيل نفسها بتقول ايوه كنا هنحارب مصر تاني. الشباب كله كان في الجيش وعايز وظايف، وخارج من الجيش مش لاقي ياكل وعايز وظايف. في الداخل الاتحاد السوفيتي وقف عنك كل حاجه، لا بيديك سلاح ولا بيديك ولا اي حاجه. في الداخل الشيوعيين والنصريين عاملين بلاوي زرقاء في جوه مصر، ومهيجين الشباب عليه ومهيجين الدنيا عليه. هو ما لقاش نفسه الا غير قدام حاجتين، ده ذكاء منه وعبقريه منه. الحاجه الاولى انه يلجا لامريكا خارجيا، والحاجه الثانيه انه داخليا يلجا للاسلاميين، لانه مش قادر على الشيوعيين والنصريين يعني مش قادر يعمل حاجه خالص منهم، من التهييج اللي بيعملوه. هو عايز يبني، عايز يعمل، عايز كده. هم لا هم خدوك كأنه هو اللي قتل عبد الناصر. حاجه غريبه. فخرج الاسلاميين من السجون واداهم حريه الحركه، فمسحوا باستيكه الشيوعيين والنصريين من الجامعات، ما بقاش في حاجه اسمها الشيوعيين والنصريين. الاسلاميين انقذوا مصر من الشيوعيين والنصريين، الجامعات الاسلاميه. وفي الخارج امريكا، هو الامريكان يعني ساعدونا بقى يعني. احنا يعني طرد الخبراء السوفيت، يلا بقى على بلدكم. وقال لامريكا خلاص انا يعني، فامريكا قالت له طب ماشي خلاص، فتحت عليه بقى المعونات والدروس يعني. انا كنت في كليه ضباط الاحتياط، فكانت في انا فاكر يعني سلاح، كان في محاضرات بتجيلنا من كل الاسلحه، يعني مثلا محاضرات سلاح الاشاره. كان الضابط العميد اللي بيدينا المحاضره جاب لنا في الحصه في المحاضره جهاز الاشاره، اللي هو التليفون يعني، اللي كان بيشيله الجندي المصري في حرب اكتوبر، وجهاز الاشاره اللي موجود دلوقتي. جهاز الاشاره اللي كان الجندي المصري في حرب اكتوبر، عارفين البرميل كده بتاع الزيت بتاع زمان ده، حاجه كده متر في 2 متر شايله كده، وطالع منه اريال طويل، الو مش عارف. قال لك بص بقى، اما امريكا جت شافت البتاع ده، ضحكوا الامريكان يعني، ادونا بتاع كده اللي هو الموبايل، ادونا الموبايل. ده بيديك مثال. سلاح الدبابات، بيقول لك احنا كانت الدبابات اللي عندنا الروسي ما فيهاش رؤيه ليليه، يعني ما بتشتغلش غير بالنهار، بالليل بتقف تنام تركن وخلاص، ويغطوها وخلاص زي القتيل. امريكان ادونا اجهزه رؤيه ليليه، اصبحت الدبابه تقدر تشتغل 24 ساعه. المدافع ما كانش عندنا مدافع 155 مللي، هي اكبر عيار، ما فيش. ادونا المدافع دي، وادونا المصنع بيعمل القذائف بتاعتها. الطيران بتاعنا كان الطيران الميج 21. الميج 21 دي كانت بتطير نص ساعه أو ساعه الا ربع حاجه كده، والبنزين بتاعها يخلص. بينما الطياره الفانتوم الامريكي بتطير ساعتين.
امريكا ادت لعبد السادات اف 16. هو الراجل كان هيتجنن. الفانتوم في ايدينا، ده كان حلم، ده كان حلم. ان احنا بعدنا الفانتوم دي بالنسبه لنا، انتوا ما عشتوش الفتره دي، كانوا يقول لك اسرائيل بتضربنا بالفانتوم. الفانتوم ده كان بالنسبه لنا كابوس. الفانتوم ده كان كابوس بالنسبه لنا. امريكا ادتنا الفانتوم، وادتنا المعونات، وجابوا لنا اتوبيسات، وجابوا لنا حاجات، وعملوا لنا. وبعدين خلوا الدول الاوروبيه والغربيه تساعدنا. يعني اليابان جت عملت لنا الاوبرا. عملت لنا حاجات برضو في الصرف الصحي، حاجات كتيره جدا. انجلترا عملت لنا مشروع الصرف الصحي الضخم ده اللي اتعمل في عرب المحمدي. كانت البلد كلها مجاري. عملت لنا مشروع، اضخم مشروع صرف صحي في العالم. احنا كنا هنعمله، وطبعا ده باقساط ضعيفه جدا. يعني على المدى البعيد يعني، بتاع. وادونا سلاح. والمانيا ادتنا حاجات، المانيا ادتنا حاجات بالهبل، وايطاليا، كل الدول الغربيه ساعدتنا. حتى كانت انا فاكر الشروخ في المراوح التوربينات بتاعت السد العالي. المعدن المعدن اللي احنا المراوح الروسيه شرخت. بقى لها بتستخدم 15 سنه، احنا اشتغلت 69 يعني، كانت يعني بقى لها 15 سنه بتشتغل مثلا. فشرخت. ما كناش هنعرف نجيب التوربينات دي تاني. روسيا كانت هتديها لنا. امريكا ادتنا التوربينات، ادتنا المراوح. انا متاكد من المعلومه دي. جت في مجله اكتوبر بالنسبه للدكتور اتكلم عليها. انك تشغل قناه السويس. قناه السويس دي كانت مردومه. سفن غارقه، وقنابل ما انفجرتش، ودانات، وحاجات مخلفات وحجاره. كنا هنشغلها زي قناه السويس. الدول الاوروبيه، انا فاكر الانجليز او انجليز وفرنساويين يعني اشتركوا معانا، اشتركوا وشالوا لنا، جابوا اجهزه شالت كل الحاجات من قاع البحر. شالوا كل السفن القديمه والمهدمه، شالوا القنابل اللي ما انفجرتش. شالوا قاع قناه السويس ده كان مليان بلاوي زرقاء، اتشالت كلها واتطهرت. وقدرنا نفتح قناه السويس تاني. انا مش فاهم يعني انتوا عايزين ايه من السادات؟ يعني نفسي افهم، يعني نفسي افهم انتوا كنتوا ممكن تعملوا ايه اكتر من السادات عمله. السادات ده الراجل المظلوم والله، قتل ظلما. عشان كده ربنا انتقم من الاسلاميين اللي قتلوه، والله العظيم. لان دول اغبياء. انتوا بتقتلوا السادات ليه؟ عشان عمل معاهده صلح مع اسرائيل؟ طب يعني انتوا عندكم قدره تحاربوا اسرائيل؟ حاجه غريبه جدا. الصين تقدر تحارب امريكا؟ طب ما الصين عندها تايوان محتله، وكان عندها هونج كونج محتله. الصين ما قدرتش تحررهم. هتخش في معركه مع انجلترا ومع امريكا؟ لا. طب وليه ايه اللي يخلينا نخش؟ دي الصين. احنا بقى كمصر نخش في معركه تاني مع اسرائيل؟ يا اخوانا، ما احنا جربنا المعارك، جربنا الحكايه دي، جربناها من ايام 48. ما تقدرش تحارب امريكا، وده مش ضعف. ما تقدرش تحارب امريكا. كانت ايران قدرت. مش ضعف، دي اكبر قوه عظمى في العالم. انت عايز تتحدى اكبر قوه عظمى في العالم؟ ده جنان يعني، انت بقى مجنون. يبقى شخص مجنون اللي يحارب امريكا ده، شخص مجنون. ما تقوليش بقى العمليه مش شجاعه، العمليه عمليه تكنولوجيا. تحارب ايه وتنيل ايه؟ كانت 60 نيله. تقدر تحارب امريكا؟ يقول لك فيتنام. فيتنام ده امريكا مسحت فيتنام من على الخريطه، مسحتها من على الخريطه. الشعب الفيتنامي نام تحت الانفاق في الارض، تحت الارض. عمل انفاق وعاشوا فيها عشان امريكا مسحت البلد كلها. مسحتها كده باستيكه. عملوا نظريه السجاده، يعني ايه؟ يمسكوا كده حته حته السجاده، يغسلوها يعني، يشيلوها بالقرى اللي عليها بكل حاجه. انا ما وليه اعمل كده؟ ليه يعني؟ هي كراهيه امريكا دي في القران؟ مش فاهم انا. هي كراهيه امريكا دي يعني في الدم؟ لازم نعيش ونموت نكره في امريكا؟ كل ده عشان هم شيوعيين بيحبوا الاتحاد السوفيتي؟ طب انا مالي بيكم؟ انا مالي؟ ما الاتحاد السوفيتي ما يروح يحارب امريكا، والاتحاد السوفيتي ما قدر انهزم قدام امريكا. فالراجل ده مات مظلوم والله، وانتقام ربنا من الاسلاميين اللي هم قتلوه. والله العظيم ثلاثه اللي بيحصل لهم ده اللي هم قتلوا السادات. السادات ده يعني كان نعمه من عند ربنا. ما بقولكش ان هو ملاك ومالوش اخطاء، بس الراجل نقلنا. انا شفت النقله دي. نقلنا يعني. حطينا في منطقه كنا في الحضيض، مفيش كهرباء، مفيش مجاري، مفيش ميه، مفيش اي حاجه، مفيش تعليم، مفيش مدارس. كانت المدارس 3 فترات. 3 فترات.
بس انا كنت في مدرسه الترعه الاعداديه. مدرسه الترعه دي كانت 3 فترات، كان الفصل فيه 100 طالب، ما كناش بنسمع حاجه ولا بنفهم حاجه. يا اخوانا، يعني الراجل ده يعمل لكم ايه؟ والخليج واقف، لا مش هديكوا حاجه، مش هنديكوا حاجه، مش هنساعدكم، شايفيننا بنغرق بنموت، لا بعدين اللي جبنا لهم الفلوس، احنا اللي جبنا لهم الفلوس. البترول كان ب4 دولار وامريكا بتديهم على قفاهم، احنا خلينا البترول ب40 دولار. حسبي الله ونعم الوكيل. كده ربنا بص بقى، كل اللي افترى ربنا انتقم منه. لا لا لا، شوف اللي بيحصل لهم من ايران، بتديهم بالجزمه، بالجزمه، عشان اللي عملوه مع السادات ومع مصر. ده انت بتروح تفرتك ده قطر عملت كاس العالم كلفته 350 مليار دولار، يخرب بيتك. ده انت لو كنت اديت لمصر بس 50 مليار دولار، ده بس مصر كانت، مصر دي راحت في منطقه تانيه، كانت مصر راحت في منطقه تانيه. عملت كاس العالم ب 350 مليار دولار. ده ديون مصر اللي بنلف حوالين نفسنا كلها 160 مليار دولار. فيها ايه لما دول الخليج تجمع من بعضها 160 مليار ويدفعوا ديون مصر يعني؟ فيها ايه؟ ما انت ببعت لك الدكاتره والمهندسين، وببعت لك اساتذه الجامعات، وببعت لك البتاع اللي انا صارف عليهم، وببعت لك الصيادله، وببعت لك المحاسبين والمحامين، ببعت لك كل حاجه. انا طول عمرنا من ايام ما كنت مش لاقي تاكل وقاعد في الخيم، وببعت لك كل حاجه. فيها ايه لما ديون مصر فيها ايه لما تيجي ده كل دوله خليجيه تبني في مصر جامعه؟ فيها ايه السعوديه لما تبني في مصر جامعه، والكويت تبني جامعه، والامارات تبني جامعه، وقطر تبني جامعه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ 4 5 جامعات على اعلى مستوى في مصر، والخريجين هيروحوا عندك انت تنقيهم على الفرازه. فيها ايه؟ فيها ايه؟ حاجه قرف. طيب انا عايز اكلمكم على المقال كتبته سنه 23، ياه من 3 سنين، بعنوان طريق الاصلاح. بقول فيه الناس لها متطلبات واضحه تتعلق اساسا بجوده الحياه. يعني الناس طلباتها واضحه، إيه تسال اي انسان انت عايز ايه؟ ده اول حاجه هيقولها لك جوده الحياه. جوده الحياه يعني عايز الاقي اكل كويس، البس كويس، الاقي مواصلات كويسه، الاقي سكن كويس، يعني جوده الحياه، الاقي صحه كويسه، تعليم كويس لاولادي، وظيفه كويسه، اكل صحي. هي دي جوده الحياه، في حاجه اكتر من كده؟ لا. اللي بعد كده ماشي بقى، اللي هو الاديان والادب والفن، كل ده ماشي، بس دي كماليات. الاول الاكل والشرب والسكن والصحه والتعليم، هي دي الاساسيات. اصحاب الايديولوجيات بقى اللي عندهم ايديولوجيات بيقدموا للناس حاجه يعني عشان الناس تنتخبهم يعني والناس تشجعهم، بيقدم لهم صوره لمجتمع مثالي. فالناس مثلا الناس في ازمه، فبيقولوا بص، انا لو حكمت هخليك تعيش في العصر ده، شايف؟ يجيب له فيلم كده، شايف العصر ده؟ انا هخليك تعيش في هذا العصر. نمسك بقى حاجه حاجه. الاسلاميين بيقولوا للمواطن انا هرجعك تعيش في مجتمع المدينه المنوره في عصر عمر بن الخطاب. في حاجه احلى من كده؟ عمر بن الخطاب هعيشك، هرجعك 1400 سنه لورا وتعيش في في واحد صاحبنا، هو كان زميلي زمان قوي قوي، وتعرفنا على بعض يعني لقينا بعض على النت من حوالي شهر او شهرين وبتاع. لقيته بيعمل سلسله فيديوهات على التيك توك اسمها 1400 عام الى الخلف. مش 1400 عام الى الامام، لا عايز يرجعنا 1400 عام الى الخلف. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على اللي احنا فيه، يا نهار ابيض. ده كانت سنه سودة والله العظيم ما شفت الجماعه دول، كانت سنه سودة والله، والله كانت سنه سودة. انا فاكر بقى ان هو هو كان سلفي كده لما كنت زميله، بس انا فاكر بقى ان هو الدنيا طورته شويه. لا لا لا، حتى كده العنوان بتاعه 1400 عام الى الخلف. لا قوم بقى شوف حاجه. احنا المفروض تقول لي 1400 عام الى الامام، مش نرجع للخلف. انت عايز ترجعنا لعصر المدينه المنوره؟ انت مجنون. طب ليه كانوا بياكلوا منين طيب في المدينه المنوره يعني؟ الفلوس كانوا بيجيبوها منين؟ من الفتوحات، وبياخدوا الجزيه. طب احنا هي دي المصدر الثروه، عايزين نعمل فتوحات وناخد الجزيه؟ انت قادر تحمي نفسك وتاخد جزيه؟
دلوقتي بقت مجتمع الصناعه والتجاره والتكنولوجيا هي اللي بيجيب فلوس. يبقى مش هقدر ارجع لمجتمع المدينه المنوره ده خالص، انساه. دول الناس كده زي بتوع البترول، جاي لهم فلوس كده من عند ربنا كده، جايه كده، ما تعبوش فيها. يمكن حاربوا شويه، يعني يمكن بتوع الخليج، لا بتوع الخليج جاي لهم كده. لكن في المدينه المنوره كانت الفلوس بتجي لهم كجزيه، بيطلعوا يحاربوا وبياخدوا الجزيه من الشعوب. فالاسلامي بيقدم حاجه يعني، يعني عيب، يعني عيب يعني. حتى لبسهم ما اعرفش، دقن قد كده ايه ده، وايه جلابيه ايه ده، ايه ده مش فاهم، ايه الدقن اللي قد كده دي، ايه ده يعني. ده الاسلامي. الناصري بقى بيقدم لك ايه؟ نموذج الستينات وتمكين الفقراء، نموذج بتاع عبد الناصر. طيب ونموذج عبد الناصر ده كان حلو قوي. طب ما هو اولا انتهى بالهزيمه. كان في كاتب اسمه وحيد حامد دايما كان يقول لك ايه؟ الزمن الجميل، الزمن الجميل. ايه الزمن الجميل ده؟ اللي هو الستينات. هو جه مره في مقاله في الشروق كده قال لك اللي هو الستينات. فانا رديت عليه قلت له الستينات دي يعني انت ناسي ان هي يعني، هو كان بيقعد يقول لك بقى الستينات وما ادراك ما الستينات، وكنا مش عارف ايه، والمواصلات في رايقه، والدنيا رايقه، وشارع فؤاد، والحياه حلوه، والحياه مزه. ايوه بس انت كنت حضرتك ناسي ان كان في نفس الوقت اللي انت ساعتك بتدلع في شارع فؤاد وبتشرب بن في البن البرازيلي، كان في معتقلات صلاح نصر حضرتك يعني، وكان في ناس بتتعذب وبتموت، وكان في ظلم، وكان في دعاره، دعاره سعاد حسني كانوا بيشغلوها في المخابرات دعاره يعني. والايام دي انتهت بهزائم، رحنا بهزائم، ويعني انتهينا ببهدلنا يعني. ادي العصر الجميل بتاعك بتاع عبد الناصر. انت بتقدم لي ايه؟ بتقدم لي عصر انتهى بنيله منيله، انتهى بابشع هزيمه، وانتهى بمخابرات صلاح نصر، وانتهى بالمعتقلات وبالدعاره وبالقرف. يا راجل اتنيل على عينك انت كمان. الشيوعيين بقى بيقدم لك نموذج الاتحاد السوفيتي، والدوله بقى دوله الرخاء ودوله مش عارف ايه. طب راح فين الاتحاد السوفيتي؟ راح فين؟ حتى الصين ما بقتش شيوعيه. الشيوعي الليبرالي بقى بيقدم لك نموذج الدوله الغربيه، عايزين نعيش زي الغربيين. طب نعيش زي الغربيين ازاي؟ يعني هم الغربيين عايشين في اباحيه وحاجات زي كده، بس عندهم تصنيع. يعني انت بصيت في الغرب على حاجه معينه، وهي الليبراليه والحريه والشذوذ والدعاره والقمار والعري يعني سبت الحاجه الجوهريه، وهي انهم عندهم مصانع. يعني في واحد كاتب، انا فاكر مش عارف مين كان كاتب، بيقول راح باريس، زار باريس. انا قريت المقاله دي زمان قوي قوي قوي، زمان قوي يعني، يمكن قريتها في الاهرام زمان قوي قوي قوي. بس لفت نظري حاجه، ان هو جه بيقول ايه، مش عارف مين، مش فاكر اسمه يعني، كان كاتب كبير ساعتها، بيقول ان هو زار باريس، وهو متخيل بقى ان هيروح باريس. كانت باريس دي بالنسبه لنا بقى هي الموضه بقى والبرفانات والمش عارف ايه والايه والايه. راح باريس ما لقاش الكلام ده خالص. لقى الناس بتقوم الصبح بدري ماشيين في الشوارع يعني زي الكتائب كده، وعينيهم معمصه، وبيجروا، رايحين شغل، رايحين مصانع، ولا رايحين شركات، ولا رايحين مكاتب، ولا رايحين هنا، ولا رايحين هنا، ولا رايحين هنا. لا شاف برفانات ولا شاف، ولابسين اي كلام كده وبلاطي اي كلام، ولا شاف برفانات، ولا شاف موديلات لبس، ولا ازياء، ولا شاف الكلام اللي في دماغنا عن باريس. شاف مجتمع بيصحى من الصبح يروح يجري على، وعينيه معمصه، يروح يجري على المصانع، ويجري على المكاتب، ويجري على الشركات. ادي امل، فكلهم خيبه الامل راكبه جمل، سواء اسلاميين، ناصريين، شيوعيين، ليبراليين. طبعا الاسلاميين بدرجات يعني، اسواقهم طبعا الجماعه الصوفيين والسلفيين، دي حاجه نيله. دول نيله، نيله راكبه نيله فوقها نيله، يمكن بس السلفيين اسوأ. يعني في القاع كده السلفيين دول، فوقيهم الصوفيين اللي هم بتوع الله حي، الله حي، الله حي. اي ناس عايشين يقول لك ايه الراجل، في واحد كده اسمه يسري جبر، بيقول لك لازم تؤمن، اذا ما امنتش بان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طلع ايده من القبر وسلم على سيدي البسطامي، تبقى انت مش مسلم. البسطامي ده عندهم يعني واحد صوفي يعني، بيعتقدوا ان سيدنا محمد اما راح يزور البسطامي ده، اما راح يعمل عمره حوالين قبر النبي، يعني في الغرفه النبي في الروضه الشريفه، بيقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام طلع ايده من القبر وسلم على البسطامي. يقول لك اللي ما يؤمنش ان ده حصل يبقى مش مسلم. تخيل. الراجل ده يسري جبر ده دكتور اصلا، دكتور ما تعرفش جات له هفه التصوف، طبيب يعني.
وبيعتقد في حاجات الناس تمشي على الميه ومش حاجات غريبه الشكل يقول لك السيد البدوي، يتكلم بقى عن مناقب السيد البدوي، ويقول لك قاعد بقى الاسلاميين طبعا بينتقدوا السيد البدوي. ده ايه السيد البدوي ده؟ ما كانش بيصلي اصلا الجمعه ولا بيصلي خالص، ده قعد فوق السطوح 15 سنه يتبول ويتبرز في الحته اللي هو قاعد فيها. كان اللي بيجي يسلم عليه ينزل له من فوق السطح السبحه ويسلم على السبحه. فيقول لك ايه يعني ده جات له حاله قبض، مش عارف ايه حاله القبض دي، يعني زي حاله نفسيه كده، فبقاش يصلي. واللي عنده حاله نفسيه ما بيصليش، هو اللي عنده حاله نفسيه ما بيصليش. بينما الحقيقه بتتقال بقى ان هو بطل يصلي، فالمريدين بتوعه يقولوا طب بطلت تصلي ليه؟ قال لهم مش ربنا بيقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ قالوا له اه، قال لهم خلاص انا اتاني اليقين، فمش محتاج اصلي ولا اعمل حاجه. كفر يعني. البزيل العيد ده كان فاطمي من بقايا الفاطميين، وايه اللي وداه طنطا؟ لان كانوا في القاهره بيتعقبوا الفاطميين، اي واحد فاطمي يمسكوه يقبضوا عليه زي دلوقتي مثلا الاخوان. فراح كده راح طنطا واسس بقى 40 طريقه اللي هي الطرق الاحمديه الشاذليه، الطرق الاحمديه كلها 40 طريقه، وبعت كل طريقه لبلد في مصر ينشروا فيها الجهل ده. فعندك السلفيين دول في غياهب الماضي 1400 سنه الى الخلف، و- وبعدين الصوفيين دول هربانين من المستشفى العباسيه. الناصريين دول سفاح مجرمين يعني، اي حد يأيد الستينات يبقى مجرم. الليبراليين دول بتوع الاباحيه والشذوذ والكلام، يعني واحد اثنين ثلاثه الاربعه التيارات. وفي بقى اخر انصار الحكم العسكري بيقدموا للناس بقى ايه نموذج، الايه النموذج اللي هو بتاع المانيا في الحرب العالميه الثانيه، مش عايز اقول الاسم. ده بيعتبروه ده هو النموذج بتاعهم يعني، الحياه العسكريه والمجتمع العسكري، وكل الناس كتائب كل اكن المجتمع تحول الى كتيبه عسكريه. طبعا ده كلام فارغ. طب ما احنا انتهت اليه المانيا؟ انتهت بهزيمه ساحقه. واحنا لما احنا كنا جربنا ده مع عبد الناصر انتهينا الى ايه؟ انتهينا الى هزائم ساحقه. يبقى 5 حاجات في مصر كلهم زباله، ادي التيارات الاساسيه. حتى الاخوان يعني معقولين شويه بس ما عندهمش مشروع. ما عندهمش، مش قادرين، مش عايز يقدمك. هو عنده حاجه واحده بس، يقول لك انا ليكوا عليا هحكم، وليكوا عليا مش هسرق. ايه ده؟ هو السرقه اصل، المفروض كله ما يسرقش. لكن انت هتعمل ايه في الصحه؟ هتعمل ايه في البطاله؟ هتعمل ايه في اي كلام؟ ما عندناش احنا حزب او اتجاه سياسي. انا لو عندي امكانيه، انا عندي فكره اللي هي بسميها الاشتراكيه الشعبيه، او الاشتراكيه الشعبيه اللي هي قايمه على التعاونيات. وانا شرحتها قبل كده في فيديوهات كتير زمان قوي، ان الناس تشترك زي ما بيعملوا جمعيات، الستات مش بيخشوا مع بعضها جمعيه كده، انت قبض الاول وانت قبض الثاني وكده. طب احنا مثلا احنا في عماره زي دي وعرضتها على السكان ومحدش ناس جهله. يعني احنا مثلا عندنا هنا وديعه 4 مليون جنيه، فانا بقول لهم يا جماعه انتوا حاطينها في البنك، طب ما هو التضخم 30%، يعني احنا بنخسر 30%، البنك بيديك 13%، يعني احنا بنخسر 16% او 17%. طب انا استفيد بالوديعه دي؟ يعني قال لك نستفيد بيها ازاي؟ قلت لهم ان شاء الله نجيب بيها مصاحيق غسيل ورز وبتاع، عندنا منور كبير نعمل فيه غرفه كده مخزن، ونشتري بالفلوس دي حاجات زي كده ونبيعها للسكان بسعر الجمله، بالسعر اللي احنا جبناه سعر الجمله، او بناخد فايده 5% ارباح. يبقى احنا شغلنا الفلوس وفي نفس الوقت السكان استفادوا بالرز والسكر والصابون والمصاحيق والحاجات دي. اللي عايز يشتري يشتري. وقلت له فكره احنا نجيب مكنه اللي هي ثلاجه البيبسي والبتاع نحطها في المدخل، بحيث اللي عايز بيبسي ولا بتاع كل المكسب ده يبقى هيبقى العماره نقدر نحسن بيه حاجات كتير جدا. انا يعني ممكن تتطور الفكره. يعني مثلا ليه في قريه ما يعملوش جمعيه تعاونيه، والجمعيه التعاونيه دي الفلاحين يعني يشتركوا فيها ويشتروا جرار ويشتروا سماد جمله، ويجمعوا المحصول جمله وينزلوا يبيعوا، يعملوا مراكز بيع في سوق الخضار ليهم هم، يبيعوا فيه منتجات القريه بتاعتهم، ويعملوا مصنع مخللات ومصنع مش عارف ايه ومصنع ايه منتجات البان. ليه القرى مش انتاجيه في مصر؟ يعملوا سجاد وكليم وحاجات. دي انا الحزب اللي انا لو انا بايدي كنت عملت هذا الحزب، الاشتراكيه الشعبيه او الاشتراكيه التعاونيه، بلاش الشعبيه، الاشتراكيه التعاونيه، يعني التعاون. وممكن انا اتكلمت عنها في فيديو كبير قبل كده، ممكن نكررها تاني يعني.
على كل من يعمل بالسياسه ان يقدم للناس صوره للمجتمع المثالي من وجهه نظره، والتي تحقق للناس مطالبهم العامه، وان لا يكتفي بنقد الصوره التي تقدمها لاتجاهات الايديولوجيه المختلفه. يعني انت مش عاجبك، في ناس مش عاجبهم الاسلاميين، وناس مش عاجبهم النصريين، وناس اوكي، ما انا معاكم، بس بيسكت لحد كده. طب ما تقول فكره بديله، قدم. انا بقدم اهو حل، بقول لك الاشتراكيه التعاونيه، ها، ادي فكره. ما حدش يقول ما حدش عنده افكار، لا. والاطروحه التي ساقدمها، خلاص انا قلت ايه، على كل من يعمل بالسياسه ان يقدم للناس صوره للمجتمع المثالي من وجهه نظره، والتي تحقق للناس مطالبهم العامه، وان لا يكتفي بنقد الصوره التي تقدمها الاتجاهات الايديولوجيه المختلفه. لو كنت انا من يريد ان يعمل بالسياسه لقدمت للناس صوره مجتمع اشتراكي تعاوني، اهو زي ما قلت لكم، على غرار مجتمعات شمال اوروبا، ولاصدرت عرض متكامل من كتاب بعنوان المجتمع المصري الذي نريده، والذي يتضمن خطة إصلاح عملية في كل المجالات. والأطروحة التي سأقدمها في هذا الكتاب هي إن أي مجتمع يتكون من أنساق مثل منسق، دي نظرية الأنساق دي في علم الاجتماع. علم الاجتماع ده فيه نظريات كتير ومش متعارضة، لأن في العلوم الإنسانية مفيش تعارض، كل نظرية بيبقى ليها واجهتها. أنا النظرية دي بتقول لك المجتمع مش يعني، في النظرية الماركسية اللي العالم ماشي عليها، اللي هي إن العالم، إن الطبقات مكونة من بروليتاريا، برجوازية، كهنوت، ارستقراطيه. في نظريه الانساق تقول لك لا، تقول لك ده في حاجه اسمها المجتمع عامل زي حوض السمك، السمك ماشي فيه، كل سمكه بتمثل نسق، في نسق العلم، في نسق الدين، في نسق السياسه، في نسق القانون، في نسق الجيش، في نسق الاقتصاد، في نسق الرياضه، في نسق الفن، في نسق العداله، وهكذا. خلاص. الحاله المصريه تحديدا تحتاج الى تحرير كل الانساق. خلاص. اي مجتمع يتكون من انساق مثل الدين والعلم والسياسه والصناعه والتجاره والقضاء والشرطه والجيش والزراعه الى اخره. الخطوه الاصلاحيه الاولى هي تحرير كل الانساق من هيمنه اي نسق عليها يصيبها بالشلل ويتطفل عليها. احنا يعني في الانساق في حوض السمك، كل سمكه لوحدها، مفيش حد بيقول لها رايحه فين ولا جايه منين، صح؟ لذلك بتنمو وبتاكل وبتكبر وكده. لكن ممكن لو نزلت سمكه قرش في الحوض ده هتبدا تاكل في الاسماك دي كلها. احنا عندنا سمكه قرش اللي هي النسق العسكري، النسق العسكري بياكل كل الانساق، كلها كلها ما بقاش فيه. كل السياسه طبعا بالانقلاب بتاع 2013، كل الاقتصاد، كل الاجتماع، كل الفن، الشركه المتحده، كل الرياضه حتى، كل يعني كل كل حاجه. سمكه قرش نزلت الحوض كلت كل الاسماك. الحاله المصريه تحديدا تحتاج الى تحرير كل الانساق من هيمنه النسق العسكري على باقي الانساق. الخطوه الاصلاحيه الثانيه ايه؟ يبقى دي اول خطوه، ان انا اخرج الجيش من السياسه خالص. الخطوة الثانية هي استعداد الحراك الاجتماعي، والذي هو أن يتحرك الأفراد صعودا وهبوطا بين الطبقات الاجتماعية طبقا لمعيار الكفاءة فقط. إن الكفء يطفو كده في أي مجال، الكفء الذكي المتعلم، الكفء يطفو، المجتمع يقول له اطلع في ابليفت كده من تحت. في حاجه اسمها ابليفت، الابليفت ده اللي بيخلي السفينه ما تغرقش. في قانون بتاع ارشميدس، انتوا طبعا عارفين الكلام ده اللي درسناه في ابتدائي، ان كل جسم في الميه بيتعرض الى قوه من اسفل الى اعلى، اللي هي قوه الطفو، بتعادل وزن السائل المزاح. ده القانون بتاع ارشميدس، صح؟ احنا المفروض يبقى عندنا الطفو ده، ان الموهوبين والاذكياء والمفكرين يبقى في حاجه ترفعهم لفوق. فين؟ ما عندناش رافعات، ما عندناش ايه في حاجه رافعات؟ ما كانش فيش رافعات. خلاص. استعداد للحراك الاجتماعي، والذي هو ان يتحرك الافراد صعودا وهبوطا من الطبقات الاجتماعيه طبقا لمعيار الكفاءه فقط. والاداره الرشيده هي التي تضمن ان يتم هذا الحراك بسرعه وعداله، بحيث نضمن دائما ان الاكفاء يقودون المجتمع في كل المجالات، وان نضمن حد ادنى من الكرامه لطبقات الدنيا، ولا نتركها تتطور او تعاني المهانه بسبب تعثر المجتمع المصري. سبب تعثر المجتمع المصري هو ان حراكه الاجتماعي مقلوب. يعني مش في ابليفت بقى بيرفعك من تحت لفوق، لا، ده في غمر، قوه غمر بتخفز بيك الارض. زي انا حكيت لكم انا عن الراجل فاروق الباز، بيقول لما جه من امريكا واخد دكتوراه في الجيولوجيا، لقاهم معينينه في معهد في السويس، معهد سنتين في السويس، مدرس كيمياء. فازاي واشتكى وبتاع، قالوا طب استلم الشغل وبعدين ايه هنشوف لك حل. وهو رايح يقدم لقى واحد نازل من على السلم، عرفه كان معاه في امريكا،
واخد دكتوراه في الفيزياء النوويه. فالراجل بيقول له انت رايح فين يا دكتور فاروق؟ قال له انا جاي اتعين. قال له تعين؟ حرام عليك عن نفسك، اوعى تعمل غلطتي. انا قاعد يقول لي برضه هنشوفك وهننقلك وبتاع، وسايبني مدرس فيزياء في المعهد ده بقالي كذا سنه، ومش لاقي اكل، ونسيت الفيزياء النوويه ونسيت العلم ونسيت كل حاجه. والراجل بيقول لك انهار نفسيا وقعد يلطم وقعد يصوت. واحد معاه دكتوراه في الفيزياء النوويه من امريكا، يجيبوه هنا يعينوه مدرس كيمياء ولا مدرس فيزياء في معهد سنتين في السويس بدل طيب ده بقى ايه، طف ولا غمر؟ ده غمر، ده غمر. ما هو احمد زويل بيقول لك انا كنت في مصر كنت هبقى ايه. محمد صلاح لو كان في مصر كان هيبقى ايه. المجتمع بتاعنا فيه قوانين غمر، بينما المجتمعات الاوروبيه فيها قوانين طف. دعوا يعمل، دعوا يفكر، دعوا يمر، ارفعوا. الإدارة الرشيدة هي التي تضمن أن يتم هذا الحراك بسرعة وعدالة، بحيث نضمن دائما أن الأكفاء يقودون المجتمع في كل المجالات، في كل المجالات، ونضمن حد الأدنى للكرامة. أنا قلتها دي قبل كده خلاص. كل منفصل قيادة الدولة المصرية هي في يد عناصر عسكرية متقاعدة، وهم يأخذون تلك المناصب كنوع من المكافأة، وحتى لا يفكروا في الانقلابات العسكرية. كما أن الحكم العسكري يتضمن أن رجاله يقبضون على مفاصل الحكم حتى يضمن عدم بروز أي قيادات مدنية تنافسه. وهي سياسة مستمدة من العصر المملوكي، حيث كان المماليك ليسوا جنودا فقط لذوب الحرب، بل هم يديرون كل مفاصل الدولة دون مشاركة من الشعب. على فكرة الناس فاكرة المماليك كانوا للحرب بس، لا، المماليك دول كانوا بيجيبوهم وكانوا بيحطوهم في مراكز تدريب. كل واحد امير عنده جيش من المماليك بيدربهم كل يوم، بياخدوا كل المواد، حاجات عسكريه وحاجات دينيه وحاجات في الاداره وحاجات في الرياضيات وحاجات في الحاجات دي كلها. وبعدين بيتوزعوا بقى حسب كفاءه كل واحد في المجال بتاعه. يعني في ناس منهم بيروحوا الايه الحرب فرسان، وفي ناس منهم بيروحوا الاداره، بيجمعوا الضرايب ويعملوا مش عارف ايه. فالمماليك كانوا ماسكين كل حاجه في البلد. ومن الواضح أن التجربة المملوكية في إدارة الدولة والتي استمرت من 1250 ومعركة المنصورة وظهور قطز كأول حاكم مملوكي إلى 1804 ومذبحة القلعة، يعني ما الحكم المملوكي استمر من 1250 إلى 1804، يعني بنتكلم عن 550 سنة تقريبا. المماليك مهيمنين على كل حاجة في مصر، أي أننا نتكلم عن ثقافة حية مترسخة استمرت 554 سنة، ورسخت في نفوس الشعب المصري من الفلاحين أنهم لا يصلحون للإدارة، والتي هي حكر على المماليك. عمر مكرم نقيب الأشراف وقائد الثورة التي أطاحت بالوالي العثماني خورشيد باشا قال حينما سألوه لماذا لم تتولى الولاية بدلا من محمد علي، قال إن الشعب المصري لن يقبل إلا بحاكم أجنبي. هو امر مماثل للحاله الفرنسيه قبل الثوره الكبرى اللي هي 1789، حيث اكتشف الشعب الفرنسي انه محكوم في كل منفصل المجتمع بنبلاء السيف من الفرنجه، الذين ظلوا يحكمونهم 1000 عام منذ الامبراطور الفرنجي شارلمان عام 800 ميلاديه. فقامت الثوره بمذبحه دمرت اغلب مكونات طبقه نبلاء السيف من الفرنجه، وتولى الشعب اداره نفسه. لم يكن الامر سهلا بالطبع، وحدث تخبط كبير، وحدث تآمر من الملكيات الاوروبيه الخائفه من المد الثوري زي دول الخليج كده، متآمرت على الثوره المصريه. فظهر نابليون ممثلا لشريحه من نبلاء السيف التابعين للشعب للتصدي للعدوان الخارجي، وقد اثبت نبلاء السيف من الشعب انهم اكثر كفاءه من نبلاء السيف الارستقراطي. واللي بيحصل في دول الخليج ده انت عداله السماء. التآمر اللي عملوه على الثوره المصريه وعلى مرسي، اقعد ساكت. انا مش ما كنتش مؤيد لمرسي، بس ما ينفعش اللي هم عملوه، ما ينفعش، ما ينفعش اللي انتوا عملتوه، ترتبوا انقلاب على ثوره الشعب، ما ينفعش. خلاص. محمد علي قلد الثورة الفرنسية في استئصالها للنبالة الإفرنجية حينما استأصل النبالة المملوكية في 3 مذابح متتالية، وكان أشهرها مذبحة القلعة. العسكر في مصر منذ عام 1952 قدموا أنفسهم كنبلاء سيف للشعب، وقد استكملوا ما بدأه أحمد عرابي حينما أراد إخراج بقايا نبلاء السيف المماليك من الجركس والأرناؤوط، إلا أنهم سرعان ما تلبستهم الروح المملوكية وقلدوا المماليك في كل شيء، لدرجة أنهم استولوا على جميع مفاصل الدولة في كل المجالات، بل ويقفون بالمرصاد لأي مدني يتطلع إلى المناصب الإدارية العليا في أي قطاع، حتى قطاعات السينما والفنون وكرة القدم. هل الشعب المصري جاهز لتنفيذ مقصلة للمماليك الجدد على الطريقة الفرنسية أو مذبحة قلعة على طريقة محمد علي؟ من العجيب أن الكاتب الموالي للعسكر أحمد المسلماني اعتبر أن مذبحة القلعة مذبحة رابعة تماثل مذبحة القلعة، مع أن الإخوان لم يستلموا أي مفصل من مفاصل الدولة. الأصح أن نقول أن مذبحة رابعة كانت مذبحة استباقية قام بها المماليك الجدد تحسبا منهم لمذبحة قلعة سيتعرضون لها إن تمكن الشعب من استلام الحكم. ومن العجيب أن صاحبنا قال في حديث تلفزيوني أنه لو استلم أبو الفتوح
الحكم لا أعد لنا المشانق، ودي حاجة غريبة، وهو أمر لم يلتفت له أحد وقتها، وقد كان يعبر عن أن المماليك الجدد يشعرون بالقلق من مستقبلهم الحالك، والذي هو أمر قدري لا انفكاك منه إلا إذا تخلوا تدريجيا عن التحكم في مفاصل الدولة وسلموها للمدنيين. وفي موقف مختلف تماما دخل صاحبنا أحد مواقع العمل الإنشائية فوجد فيها فيما يبدو بعض الاضطراب، فصاح بغضب: أين المدني الذي هنا؟ هي مواجهة حتمية بين الشعب وبين المماليك الجدد، وأي تصور خلاف هذا التصور هو خداع للشعب بل وخيانة له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.